حبايبي من كل مكان عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. معلش بقى صوتي تعبان شويه، فقلت اقوم اعمل الغدا الخفيف ده. تعالوا بينا نصلي على النبي كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده علقت على ميه المكرونه، وهعمل مكرونه بالصلصه. تمام. هنا بقى بصراحه بقالي كتير 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 ما عملتش كفته كده متعصجه بالشبت والبقدونس والحاجات الحلوه اللي قدامنا دي. تعالوا كده بقى نعملها مع بعض. ده بصل كده هعمله يعني لوحده في الطاسة، هشويه لوحده معاه في الطاسة. هنا بقى قطعت قرن فلفل وكمان بصلاية بشرتها جامد، دول بصلتين بصراحة. ونزلت عليهم بالكزبرة والشبت والبقدونس وهبدأ اقلبهم كويس. بعد كده حطيت اللحمة المفرومة، بعد كده الفلفل والملح والشطة والكمون والحاجات بتاعتنا الحلوة دي. هنا بقى كنت خلاص هرستها جامد، معلش وما بعرفش اجيب الحاجات دي معاكم عشان خاطر الرينج لايت. وهنا بقى حطيت معلقة بقسماط من بتاعة الاكل. وهنا بقى كنت عملت الصلصة خلاص اهي، بصراحة كنت عاملاها برضو في التلاجة. وسلقت المكرونة بس كده، وبألف هنا ألف هنا والشفا على قلبنا. وهنا بقى كان خلاص وقت ايه بقى الغرف. هنا كنت بغرف، وهنا عملت بصوا بقول لكم ان انا حطيتها في الخله ما طلعتش من بعضها. وكمان كورتها كور كده ما طلعتش من بعضها، وكمان عملتها صوابع كده. انا عملت ده وده، بوريكم ان هي ما طلعتش من بعضها. وكمان حطيت جنبها كده شويه خس. بس كده الغدا بتاعنا السهل البسيط ده. وادعوا لي كده في الكومنتات ان ربنا يا رب يشيل عني.